هناك فرق بين ثورة قامت بإرادة شعب أيدتها القوات المسلحة المصرية، وهناك فرق بين أموال انهارت، بين أموال انهمرت وأصبحت كالنهر داخل البلاد، تستغل الأوضاع الاقتصادية المتألمة نتيجة العهد الفاسد السابق الفاشل اللي أنا وصفته بأن هو فاشل قبل ما يقع بسنة. قلت هؤلاء الفاشلين، تمام، أنا عايز حد يطلع يواجهني ويجوني يقولوا لي إيه؟ يقول لك ده أنت بوست إيد صفوت الشريف. قلت ورديت 100 مرة على موضوع بوست إيد صفوت الشريف، وقلت إن اللي ركب الموضوع عبد اللطيف المناوي عشان المعركة اللي كانت بيني وبينه بسبب الاستوديو اللي اتكلف 18 مليون جنيه مرتين اتنين، يعني بقى إجمالي تكلفة الاستوديو 36 مليون جنيه. ده 36 مليون جنيه دول يعملوا مؤسسة إعلامية، مش يعملوا استوديو. وبعدين في الآخر اكتشفت القوات المسلحة إن الاستوديو تم تجهيزه بأجهزة صين، مش ياباني ولا ألماني. فحب إن هو يوقفني في حملتي، فطلع القصة دي واتعملت على الجرافيك في قطاع الأخبار، وانطلقت من موقع أخبار مصر على النت. تمام. انا قابلت صفوت الشريف وسلمت عليه طبعا في الحزب، وسلمت عليه في مؤتمر الاخير. كنت دائما في المؤتمرات وبسلم عليه ومسلم عليه كويس، وبنحني وانا بسلم عليه. الشغل الجرافيك خلاه ابوس ايد، ومتهيألي ده شغل معروف يعني كويس جدا في اجهزه الجرافيك الحديثه والعالميه اللي بيملكها قطاع الاخبار. ليه دايما يا دكتور بتتاخد مواقفك السياسيه او رايك السياسي بشكل شخصي؟ هم بيقولوا لك ان توفيق عكاشه متطلع. انا هقول لك بيقول لك ان توفيق عكاشه متطلع، وان هو دارس وقاري وله اتصالات وله فكر وله رأي، وحقق نجاح في عدد من الامور والمؤسسات اللي هو بيقودها. فاذا ان هو ممكن ينفع. طيب لما هو ممكن ينفع نخلص عليه قبل ما ايه؟ قبل ما يبتدي بقى قبل ما يطلع. هذا كان قبل ثورة 25 من يناير. وبعد ثورة 25 من يناير من أين الهجوم؟ من أين يأتي هذا الهجوم؟ أنا بسأل حضرتك، أنت شايف إن الهجوم اللي عليك بشكل كبير، ويمكن كلنا شايفينه خصوصا على الإنترنت ومواقع اليوتيوب وغيرها والفيسبوك، عليك هجوم بشكل كبير جدا، وخصوصا بعد ما أبديت رأيك في البرادعي ودكر البط وتصغير دكر البط، واللي سموها بعد كده نظرية تصغير دكر البط. بص يا ست الكل، الذي كتب عن نظرية تصغير دكر البط والتي تحدث عن موضوع دكر البط هم نتاج تعليم عهد حسني مبارك. وكتعليم كان فاشل، فشيء طبيعي ان هم اتعلموا تعليم فاشل. فلما يجوا يفهمهم في الإعلام من خلال تعليم فاشل عكس عليهم فكر فاشل، خلاهم مش فاهمين وإنما موجهين. فلم يستطيعوا أن يستوعبوا الإسقاط الذي قمت بإسقاطه على البراء. احنا قاعدين في ميت الكرمة بلدي فلاحين، وانت شايفه الفلاحين قاعدين اهو. طبعا يا جماعه الفلاحين قاعدين اهو منورينا كلهم طبعا في برنامج الكلام. ومعايا وائل برضو زي حالاتنا كلنا فلاحين، كلنا فلاحين، وانا فلاحه من الفلاحين. تمام. احنا عندنا هنا في اسر كثيره جدا بتتألم لضيق ذات اليد. نعم. هيقعدوا يشحتهم بيفكروا. بيجي الراجل بالعربيه بيبيع لهم بط صغير، وبيجي الراجل بعربيه يبيع لهم فراخ صغيره، وبيجي راجل بعربيه بيبيع لهم بط اللي هو بيقولوا عليه بكين. تمام. الناس دي بتمر عندنا هنا في البلاد وبتبيع. الستات بتشتري من العربيات الطيور، في منهم بيشتري بالقسط. هذه معلومه الناس ما تعرفها، بيشتروا من العربيات دي بالقسط. في ناس بتنزل بعربيات البيع، وعندنا في نبروه
على سبيل المثال تجار العربيات دول كتير جدا بيلفوا في المنطقه عندنا هنا، مغطيين المنورو المدينه، مغطيين البلاد بتاعتنا كلها. واخده بال حضرتك؟ الناس معاش فلوس بتقوم تشتري بالقسط. من السهل ان انت تلاقي الست شاريه بط بالقسط. طب عايزه تسدد القسط وعايزه تفرض، عايزه تصرف على عيالها. بتعمل ايه؟ بتبتدي تقول للراجل عشان خاطر يبقى نقهم لي الكوره والنبي اتصرف. صح ولا لا يا عم وائل؟ فبيحاول الراجل بقدر الامكان اذا كانت الست زبونه عنده بيبتدي يديلها الحاجات الصغيره على قد توقعه انه يبقوا كوره. ليه؟ علشان المكسب في الموضوع ده. بتبتدي تربيه، اول ما بيبتدي يبقى قادر على ان هو يتزغط بتبتدي تزغطه. تمام؟ وانا لما سالت لفنديه، دي ثقافه لفنديه اللي عاملين نفسهم اعلاميين وصحفيين وبيشتغلوا على الانترنت، اتضح انهم فاشلين جاهلين لا يعلموا شيء. انا سالته قلت طيب الست لو بتزغط ذكر البط فول ليه؟ ولو بتزغطه ذره ليه؟ اقول لك انا بقى. اولا الفول من خلال عمليه التمثيل الغذائي ليس للبط ولكن لجميع الحيوانات وللانسان ايضا، بيعمل عمليه تمثيل غذائي بيتحول الى لحم احمر. فيزود وزن ذكر البط. لا خلي بالك ما انا هفهمك اهو. لحم ده مش في البط بس، احنا عندنا الشركه بتاعتنا شركه مصر المنصوره للانتاج الحيواني، وعندنا انتاج اللحم. ده اعلان يا دكتور. تمام؟ هنخلي السيده رئيس مجلس اداره تدفع الفلوس، ما هي رئيس مجلس اداره الشركه برضه. فبنعمل ايه؟ لما بنحب نطلع لحم احنا موديينه مكان معين او متفقين على متعاقدين على مكان معين عايز، بندي فول. بنبتدي نجيب الفول، بنعمل خلطة علف، بيبقى نسبة الفول فيها واضحة بجانب الشعير. فبتقوم تعمل تمثيل غذائي لدى الحيوان بتعكس لحم أحمر. يخدم العجل وزنه 400 كيلو، سنه 24 شهر، مفيش فيه حاجة اسمها دهن اطلاقا. ومعروف ان احنا الواحد يعني من اقل يعني من الناس اللي في مصر اللي تقدر تطلع النظام ده. 400 كيلو وزن، سن 24 شهر، مفيش دهن. البط انا قلت فول وقلت ذره. انا قاعد لابس الجلابيه البلد عشان خاطر يصورونا على النت. وطبعا الحلقه دي طبعا هتتبهدل على النت. طبعا قاعد لابس الجلابيه والعبايه، لابس الجلابيه والسديري وبتاع اصلي، واصل البلد واصل مصر. الذي لا اصل له لا مستقبل له. الناس بتقول لك انت هتتبرى من جلدك. مظبوط ولا لا؟ صح مظبوط. انا فلاح ابن فلاح، انا قاعدين في البيت اهو، بيت قديم بقاله 150 سنه. ومين في مصر يا دكتور العصايه دي من سنه 1925. مين في مصر ملوش اصول فلاحين وملوش اصول صعايده يعني؟ عشان لما هتزغطوا ذره بقى ايه اللي بيحصل؟ بتبقى نسبه الدهن فيه عاليه، لان الذره الاصفر والذره الابيض في عمليه التمثيل الغذائي بيدي نسبه دهون. احنا في المواشي عندنا وفي الاغنام وفي الجمال لما بنحب بنكون الموضوع يتباع في السوق ومفيش تعاقدات بندي ذره، لان اللي بياخد منك مره في السوق ما بتعرفوش طبعا. انما العقود فيها التزامات اكيد، لان سعر الفول اعلى من سعر الذره، ولكن بيدي لحم طعمه خطير. فالست الفلاحه الجهله اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب عارفه الكلام ده وعندها هذه الثقافه، واحسن من الافنديه اللي مش فاهمين اسقاط ذكر البط. احسن من الافنديه اللي عملوه قضيه ومش فاهمين اسقاط. انا كنت بقول للافندي اللي جاي من امريكا واللي دمر، بلاش اتكلم ورا منه كنت بقول له هل تعلم الحالة الاقتصادية للأسرة الريفية التي تقوم بشراء البط الصغير بالتقسيط علشان تصرف على عيالها منه، علشان تعلم عيالها منه؟
في ناس كتير كده. انا بعد هذه الحلقه كنت موجود في محافظه المنوفيه في مركز الشهداء، ومركز الشهداء مركز مجاور لمركز تلا اللي هو اساس العائله بتاعت والدتي. تمام. فوجئت بالناس في مركز الشهداء بياخدوني بالاحضان، والسيدات والرجال والفلاحين اهالينا، لان كلهم عارفين ان مركز الشهداء ومركز تلا واهلي وجدودي كل الحاجات دي كانت اهالينا يعني ناسنا. كل الناس دي خدوني بالاحضان وبالبوس وقالوا يسلم فمك، ده انت زي ما تكون عايش معانا في الدور بتاعتنا.